قدمت السلطات الجزائرية الاثنين عرضاً تلفزيونياً تظهر فيه فريق إنقاذ وهو على أهبة الاستعداد للتحرك صوب المغرب من مطار بوفاريك العسكري للمشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال الحوز، بدعوى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر عن ترحيبه بالمساعدات الجزائرية، غير أن المغرب عبر عن عدم حاجته للمساعدات الجزائرية. وفي تعليقه على المساعدات التي زعمت الجزائر أنها تنوي إرسالها إلى المغرب، قال الإعلامي الجزائري وليد كبير إن النظام في الجزائر لديه مساعدات أخرى بعث بها للمغرب، وهي تلك البيانات التي تصدر عن جبهة البوليساريو بشكل يومي وفي الوقت الذي يمر فيه المغرب بمحنة الزلزال وهو في حدة، وهذه هي المساعدات التي يرسلها النظام الجزائري للمغرب. وأضاف وليد كبير في تصريحه أن تلك المسرحية التي أقيمت في مطار بوفاريك الهدف منها هو إظهار للرأي العام أن النظام الجزائري أراد مساعدة المغرب، لكن سياسة اليد الممدودة التي يقولها الملك محمد السادس في خطاباته لا أساس لها من الصحة. وأكد على أن النظام الجزائري كان يبحث عن الرفض المغربي، سيما وأن وزارة الخارجية المغربية لم تؤكد على تقديم طلب للجزائر لتلقي المساعدة أو تلك الطائرات. ووصف وليد كبير النظام الجزائري بالمنافق وشيطان شمال إفريقيا، بدعوى أنه يظهر للعالم على أنه خبيث ويصطاد في المياه العكرة ويستغل الظروف ضمن حسابات ومخططات الغاية منها زرع البلبلة وعدم الاستقرار في المغرب.